ايوه طبعا الكبير لازم اللاعب الكبير. ان جيت تعمل مقارنه بين الاهلي المصري والزمالك المصري بتلاقي فيه فرق كبير. فرق شاسع. اولا لو قارنت بينهم تيجي تبص تلاقي ان الاهلي بيلعب في دوري الابطال كل سنه وبياخد البطوله من الفطاحله، والزمالك بيلعب في الكونفدراليه وبياخدها مره وعشرة لا. وغير كده لو الزمالك وصل افريقيا مره بيطلع حصاله. ومش كده وبس، انت عندك اللي بيلعب في افريقيا بيبقى اول الدوري وتاني الدوري. الزمالك الكونفدراليه سوري بتبقى التالت والرابع اللي الزمالك بيلعب فيه. يعني شفت الفرق؟ ان الزمالك بيلعب في الكونفدراليه بيلاعب تالت ورابع الدوريات، والاهلي المصري بيلعب في افريقيا كل سنه بيبقى اول الدوري. وغير كده ان تعالى شوف الزمالك بيلعب مين وشوف الاهلي بيلعب مين. ان بصينا على الزمالك الكونفدراليه تلاقي الزمالك بتلاعب ابو سليم الليبي، على عزبة عبد النبي، على بني عبيد، على فرق الكحيانة اللي ما بنسمعش عنها في الكتب دي. على الجانب التاني شوف افريقيا فيها مين، تلاقي الاهلي دايس على الوداد وعلى الترجي وعلى صن داونز وعلى قاره باكملها. فرق كبير. يبقى انت عاوز الزمالك اللي كان بيلعب ابو سليم الليبي على عزبة عبد النبي يروح يلاعب ريال مدريد؟ طب بالذمه دي يعقل؟ طب دي كلام النبي؟ يلاعب ريال مدريد بطل اوروبا؟ طب الاهلي متعود اللي بيلعب الفتره دي كل سنه في كاس العالم، بيلاقيهم كل سنه متعود عليهم، لعب الباير ولعب ريال مدريد ولعب الفرق دي كلها. تيجي تبص تلاقي فيه يعني موازنه، فيه منافسه، في توازن بين الفرقتين ريال مدريد والاهلي، في توازن. انما الزمالك بعيد. فعشان كده الكبير بيلعب الكبير. والبطوله دي معموله كاس القارات لبطل القاره. يعني مثلا بطل اوروبا وبطل افريقيا اللي هو الاهلي المصري. لا والزمالك زعلانين عاوزين يلعبوا ريال مدريد. يا راجل خليكم في الكونفدراليه، هي اللي سكتكم، ما تزعلوش.